يسعد أوقاتكم مستمعي ومتابعينا الكرام. في هذا اللقاء الطبي الخاص رح نتناول موضوع مهم، وهو اضطراب يحدث في الجسم يؤثر على التوازن، وهو اضطراب الدوار الدهليزي. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور حسين عثمان، اختصاصي بأمراض الأذن الأنف والحنجرة. يسعد صباحك والشكر لانضمامك معنا للحديث حول اضطراب الدوار الدهليزي أو الدوار الدهليزي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. دكتور، بداية قبل ما نتناول الدوار الدهليزي كمرض، نفهم منك والمتابعين ما هو الجهاز الدهليزي أو النظام الدهليزي في الجسم، بأي وظيفة يقوم؟ النظام الدهليزي مم. للتوازن يعتمد على 3 أجهزة بالجسم: الدهليز، مم. ونظام العصبي، الدماغ والعين والأحاسيس العميقة. هلا الدهليز موجود، هو كجزء من الأذن، نحن بنسميه الأذن الداخلية. هذا طبعا موجود بالرأس، موجود نعم. بالدماغ، مم. وهو اللي عم بيقوم بوظيفة التوازن عند الإنسان، خاصة مم. أثناء الحركة، أثناء المشي، أثناء الجلوس، أثناء الوقوف. يعني أي حركة عم بيقوم فيها الجسم، مم. اللي عم بيقوم بمسؤولية التوازن هو الدهليز. هو الدهليز ووجود جهاز الاستشعار ضمن الأذن، اللي بيرسل الإشارات للدماغ وبالتالي بيساعد بوظيفة التوازن. دكتور، ما المقصود بالدوار الدهليزي كمرض؟ متى يحدث هذا الدوار؟ هلا الدوار الدهليزي لما يصير في عندنا اضطراب بوظيفة الدهليز، مهم. الدهليز غير قادر على السيطرة على حركة الجسم، وبالتالي المريض يشعر بأنه في حركة، كأنه الدنيا عم مم. تتحرك حواليه، كأنه في شيء عم يتحرك حواليه، كأنه هو عم يتحرك. يعني يشعر بإحساس أنه كأنه راكب شيء مرجوحة وعم يتحرك حواليه. بالعامية بيقولوا الدنيا بتدور فيني. هذا مشان هيك نحن بنسميه مم. الدار، لأنه بيحس أنه الدنيا عم بتبرم حواليه. نعم. دكتور، هل هناك تصنيفات لهذا المرض، للدوار الدهليزي، وفقا للاضطرابات أو وفقا للجزء الموجود فيه الخلل ضمن الدهليز؟ طبعا هلا نحن في عنا دوار دهليزي حاد، مهم. ونحن في عنا دوار دهليزي مزمن، نعم. ونحن في عنا شيء اسمه اضطراب وظيفة الدهليز. نعم. هدول 3 تصنيفات للدوار. وفي عنا نحن شيء اسمه الدوار المحيطي والدوار المركزي. هلا اشياء الحالات اللي نحن مم. عم نشوفها هو الدوار المحيطي او الدوار الحاد. نعم. هو الشائع أكثر من الأنواع الأخرى. لماذا هو الشائع دكتور أكثر؟ نعم. لماذا هو شائع أكثر من الأنواع الأخرى، النوعين الذي أشرت إليهما؟ هلا الاكثر شيوعا للدهليز، مم. الدهليز مسؤول عن التوازن بدرجه اكبر من الجهاز المركزي، وبالتالي مم. الامراض الدهليزيه هي اكثر من الامراض العصبيه اللي تعمل دوار. تعرض مم. الدهليز نعم. مم. لمشاكل واضطرابات مم. يخليها اكثر شيوعا من اصابه المخيخ، جهاز التوازن بالحفره الخلفيه. نعم. دكتور، عم تسمعني؟ عم بسمعك. نعم. دكتور، في شيء بمجال الطب لازم نوضحه، مسألة الفرق بين الدوخة والدوران. كثير من الناس بيقول صارت معي دوخة أو صارت معي دوران. طبيا هناك فرق، أليس صحيح؟ دوخه، المريض يشعر بانه ما عم جسمه، مم. يشعر بانه المشي مضطرب، مرجحه، يحس حاله انه احيانا بده يقع على الارض، او بده حدا يمسكه. هذا احنا بنسميه الدوخه. نعم. اما الدوار، مم. الدوار فهو المريض
يشعر بانه في شيء عم يتحرك حواليه، في الدنيا بدها تبرم فيه او تقلب فيه، او هو بيحس حاله بده يقع بشيء حفرة، يقع بشيء جورة، مم. وكأنه هو عم يمشي، كأنه في شيء مي عم يمشي من تحته. هي حركة أو ما يسمى بإحساس الدوار. نعم، هذا هو الفرق بين الحالتين. دكتور، ما هي الأعراض الأخرى المصاحبة لوجود اضطراب في الدهليز إلى جانب الدوخة؟ هل هناك أعراض أخرى؟ هلا أعراض الدهليز هي 3 أعراض. هلا مهم. هي 3 أعراض، عادة هي 3 أعراض نعم. ممكن يجوا مع بعض وممكن ما يجوا مع بعض، يلي هي الدوار، مهم. يلي هي الطنين، مم. يلي هي ضعف. ضعف. 3 أعراض ممكن يجوا مع بعض، ضعف وممكن في كل السمع عرض منهم دكتور؟ يجي لحال. آخر يعني ضعف في السمع أم قلت ضعف في البصر؟ ضعف السمع مم. والطنين مم. والدوار، هدول الأعراض 3 لمشاكل الدهليز أو اضطرابات نعم. الدهليز. دكتور، كيف بيكون تواتر أو عدد المرات اللي بتجي نوبة الدوار أو الدوخة لهذا الشخص اللي معه هالاضطراب؟ هلا حسب شدة المرض، مهم. حسب شدة الدوار. في نعم. كثير في مرضى شهر عم يجوا النوبة، في مرضى بالسنة يجوا النوبة، في مرضى كل أها. سنتين يجوا النوبة. مم. فالتواتر مختلف من حالة لأخرى ومن مريض لآخر. دكتور، في نقطة مهمة أنا حابة أسألك عنها، مسألة إنه أنتوا كأطباء كيف بتفرقوا بين إنه هالدوخة أو الدوران هو منشأه أو سببه هو الدهليز، أم هو ممكن يكون حالات مرضية أخرى بتنتج عنها العرض المشابه اللي هو الدوخة، مثلا السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل عصبية؟ كيف بتميزوا بين انه هالسبب الدوخة نتيجة من دهليز وليس من مرض آخر؟ آه، مصدر الدوار هل هو من الدهليز أو هو من غير الدهليز؟ في نعم. عنا مم. الفحص، التوازن، فحص العين، فحص الرارة. الرارة ضرورية جدا، حركة العين. مم. لما المريض ونشوف عينه عم تتحرك مع شعور الدوار، نعم. ففي مهمة إنه نقدر نميزها إنه هذا الدوار دهليزي أم دوار غير دهليزي، بالإضافة إلى بعض الاختبارات الطبية اللي مم. بتساعدنا للتشخيص بين الدوار الدهليزي عن حالات أخرى من الدوار أو الدوخة. نعم. دكتور، في عنا شائع مسألة إنه لما بيصير في دوخة الشخص مباشرة بينقل له اتجه لعند طبيب الأذن أو طبيب الأنف والأذن والحنجرة. هذا الشيء سليم أم يجب بداية التأكد من إنه مصدر الدوخة أساسا هو مانو أذني ثم الاتجاه لطبيب الأذني الاختصاصي الأذنية؟ هلا أي مريض المفروض مم. جمع كونه أشعة دهليزي، فمو غلط انه اول شيء يروح عند طبيب الانف واذن وحنجره ينفي الدوار الدهليزي كونه هو الاشيع يعني بين مم. المرضى. مم. لكن حتى اذا راح عند طبيب عصبيه، طبيب العصبيه رح ينفي الدوار المركزي او الدوخه المركزيه، وبعدين بيحولوا على الطبيب الانف واذن وحنجره. أها. دكتور، في حال إذا تم العلاج بشكل خاطئ أو تم التوجه لاختصاص غير مناسب وفقا لحالته، هل هناك مضاعفات مترتبة على هذا الأمر؟ والله انا عاده المريض عم يجيني متاخر كثير، عاده مم. مريض الدوار عم يجيني بعد اشهر. يعني انا مثلا مم. دوار، خاصة الدوار الدهليزي أو دوار الوضع، عم تعتبر من العلاجات الخاطئة. يعني هلا مثلا مم. في مرضى اجوني بعد أشهر وسنوات وعم ياخذوا دواء مثلا، وهن حقيقة علاج بسيط ببعض الحركات. يعني نحن عم نعمل أها. لهم بعض الحركات، عم نوقف لهم الدواء. مم. مم. يعني الكل عم يرتاحوا بهذا الموضوع. فأحيانا التأخير بالعلاج أو الغلط بالعلاج ممكن يعمل للمريض بعض المضاعفات، ممكن يدخله باكتئاب، ممكن يدخله بأعراض عصبية مهم. ممكن بسبب يأثر هذا على الموضوع. أجزاء أخرى من الجسم، وخاصة إذا أشخاص عندهم أمراض أخرى بحاجة لاهتمام وحساسية. يعني أنا هون حابة أحدد مسألة إذا صار في تداخل بالأدوية بين حالتين بالجسم.
ممكن نتيجة بعض الأدوية اللي عم يعطوها، هي بشكل عام الأدوية اللي عم يعطوها مشان مم. الدوخة والدوار في حتى الأعصاب، فهي الأدوية غير معتمدة نعم. وغير منصوحة، مم. بالعكس عم تريح المريض، عم تزيد الدوار وما عم تخليه نعم. يطيب بسرعة. مم. وبالإضافة للأعراض الجانبية الأدوية اللي ما لها أي فائدة عند مريض دوار الدهليزي. نعم. عم نحكي بشكل عام عن الدوار الدهليزي. طبعا طبعا في كتير في مرضى مم. في مرضى الدوار حقيقة مم. نتيجة التشخيص والعلاج يعني فقدوا حتى السمع، يعني نتيجة أها. التأخير بالعلاج حتى فقدوا السمع، يعني صار عندهم في قصور الدهليز أو دخلوا بمرحلة اضطراب الدهليز المزمن غير نعم. العكوس. مم. الدهليزية على الجسم، صار عنده قصور دهليز نتيجة العلاج المتأخر والعلاج الخاطئ. هون لهيك دكتور كتير مهم نشير للناس يلي عم يسمعونا أهمية إنه إذا كان في دوار أو دوخة نحاول نحط كل الاحتمالات ونحاول نتدخل بشكل سريع تفاديا لا سمح الله لا اضطراب في السمع أو فقدان السمع كما يحدث في بعض الحالات نتيجة تأخير في الاهتمام بالصحة. دكتور، هلا انتم بتشخصوا وفقا لعدد من الاختبارات يلي اشرت الها، مسألة السمع والبصر، اختبارات الدم ممكن او ولكن اشرت الى نقطة اخرى، مسألة انه في اختبارات بتتعلق بحركات حركات جسدية أو حركات لف أو دوران للرأس، بتتأكدوا كمان من خلالها أنه شو وضع المريض. ما هي هذا التشخيص بالذات؟ اللي بالوضع يلي بيزداد بالوضع، يلي بيزداد بالحركة، يلي مم. بيزداد بالنوم، يلي بيزداد بوضعيات معينة. نعم. في حركات عالمية، معورات أو حركات إبلي، مم. مش لأنه فهم هذه الحركات حقيقة شوي فيها دقة وصعوبة. نعم. بتعالج الدوار بدون أدوية، بتعالج الدوار مباشرة، يعني ما في داعي المريض أها. يضل يعاني من موضوع الدوار أشهر. يعني خلال يوم يومين المريض مهم. يرجع لحياته الطبيعية تماما بدون نعم. أدوية نهائيا. 5 حركات هي كلها في حال عبارة إذا عن ما كان. حركات إبلي، وهي حركات نعم دكتور. عالميا مم. مم. موجودة على اليوتيوب. اللي حابب هناك. دقيق مم. الطبيب لحتى يتقنها ويطبقها على المريض بشكل صح. دكتور، أنت هون عم تحكي عن الحالة في حال لم يكن المريض بحاجة لدواء أو تدخل جراحي. هل هناك حالات يحتاج المريض للجراحة؟ وكم تطول عادة مدة العلاج إذا كان دوائي أو إذا كان جراحي؟ هلا في مم. حالات دوار ممكن تحتاج الى علاج دوائي، مم. وفي حالات تحتاج الى اجراء. نعم. لكن هي ما شائعة، هي حالات قليلة. نعم. الأكثر شيوعا وأكثر المرضى اللي مم. عندهم الدوار نعم. تم الدوار حركات معينة بدون الإجراءات الجراحية. قليل جدا ممكن يحتاج إلى إجراءات جراحية. ممكن يعني مريض ما يحتاج إلى. نعم دكتور، في نقطة أنا حابة أشير وما رح ناخذ من وقتك أكثر. في ما يسمى بمجال العلاج، وخاصة لتلك الحالات التي تكون مدة العلاج تحتاج لوقت طويل كسنوات. يجب أن يتكيف ذاك المريض مع حالة الدوار الدهليزي الموجود عنده، ما يعرف بإعادة التأهيل الدهليزي. دكتور عم تسمعني؟ صوب دكتور، الدهليز إعادة التأهيل الدهليزي دكتور، صار ما بدهم هي هذه تأهيل التمارين يعني. التي تتبع في بعض الأحيان ليتكيف الشخص مع حالته التي قد تحتاج إلى وقت طويل؟ يبدو في مشكلة بالإنترنت عند الدكتور. دكتور عم المرضى تسمعني؟ اللي بحاجة إلى تأهيل نعم. المرضى اللي بحاجة إلى تأهيل
فيزيائي أو تأهيل دهليز فيزيائيا، هذول المرضى اللي تأخروا بالعلاج ودخلوا بمضاعفات دوار الدهليز اللي هي قصور الدهليز أو اضطراب الدهليز المزمن. نعم. دكتور، بختام اللقاء، لكن نحن تفضل. ما لازم نخلي المريض يوصل لهالمرحلة. دكتور، شو النصائح اللي فينا نوجهها للأشخاص يلي عم يسمعونا فيما يتعلق إذا كان الشخص عنده دوار دهليزي بأشكاله المتعددة وبحالاته المتعددة، أم شخص عنده دوار ودوخة وعم يهمل الموضوع؟ تمام. هلا في 3 نصائح رئيسية. مريض الدوار، أولا مريض الدوار إذا عالج انف واذن وحنجره او اخصائي عصبيه، هذا اولا. ثانيا، مريض الدوار الدهليزي بنسبه ولا يحتاج لا الى علاج دوائي ولا يحتاج حتى الى تحاليل طبيه. دكتور، بنسبه 90% من الحالات مريض الدوار الدهليزي يتعالج بغلط بسيطه جدا. دكتور، فيك تعيد النصيحه الثانيه لانه الصوت انقطع؟ 90% من مرضى الدوار ما بحاجه لتحاليل وما بحاجه لتصوير اشعه وما بحاجه لرنين وما بحاجه لطبقي، بحاجه الى شغلات بسيطه ليرتاحوا من الموضوع الدوار. النقطه الثالثه، في 3 ادويه هدول شائعه للدوار. نعم. بتمنى من المرضى انه ما ياخذوا هدول البيتا سيرك والدمن هيدرينات والسينارازين. هدول المرضى صاروا ياكلوه مثل السكاكر، هدول بتضر وما بتفيد. كيف بتضر دكتور؟ بتضر لانه عمليا ما عم تخلي الدوار يرتاح، ما عم تخلي الدوار يطيب، عم تطول بمده الدوار، عم تشفيه. دكتور، ليش عم يتجهوا لهالادويه؟ هل الاطباء هن اللي عم بيوصفوا بشكل خاطئ، ام هو اسلوب خاطئ معتاد في حال اذا كان في حاله دوار عند شخص؟ هلا هاي الادويه شركات الادويه عم تروج لهالموضوع، لكن في لها استطبابات غير الدوار، فعم يعطوه بشكل مكثف للدوار. الدوار اكثر ما عم يفيدوا. نعم. كثير شكر لك دكتور، وشكرا لوقتك بختام اللقاء. اذا بتحب تضيف اي شيء او نقطه انا ما سالت، تفضل. إذاعة بوير على هذا الاستضافة، ويعطيكم الألف عافية. كثير شكر لك دكتور حسين عثمان، اختصاصي بأمراض الأذن الأنف والحنجرة، كنت معنا عبر الهاتف. وكثير شكر لكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير FM. هيك خلص لقائنا لليوم، كنت معكم من وراء المايك شف حسن. إلى اللقاء.